وأنا أتصفح صفحات ومجموعات في الفيسبوك الخاصة بالأطر التربوية، ووجدت العديد من الاستفسارات والأسئلة حول إمكانية الجمع بين الدعم المباشر للسكن وبرنامج امتلاك. بمعنى واش ممكن نستفد من 100,000 درهم أو 70,000 درهم المخصصة للدعم المباشر للسكن، بالإضافة إلى 40,000 درهم كمساعدة جزافية اللي كتعطيها المؤسسة ديال محمد السادس للأعمال الاجتماعية التربية والتكوين، وكذلك الاستفادة من القرض المدعم باختلافه. واش ممكن نجمع بين الدعم المباشر للسكن ودعم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؟ دونك غادي نحاولوا نجاوب على الأسئلة بشكل مؤطر قانونيا، وبعدها من خلال تجربة بعض الزملاء بعد الأمر. السلام عليكم. مؤكد أنك إذا كنت أستاذ أو أستاذة أو منخرط مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أنك ربما كتبحث عن إجابة نهائية ومقنعة لموضوع إمكانية الجمع بين الاستفادة من الدعم المباشر للسكن ودعم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. طبعا حاولت ما أمكن أن نبحث من مصادر مختلفة باش نعالج هذا الإشكال المعلق باعتباره مستجدا في الساحة. المهم قبل ما نبداو تشترك في القناة وتضغط على زر الإعجاب لتعم الفائدة. شكرا لك. كمنخرط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية باغي نستفد من الدعم المباشر للسكن زائد الاستفادة من برنامج امتلاك الجديد اللي فيه 3 آليات لدعم التمويل الكلاسيكي من أجل شراء للعقار. أول شيء إلى رجعنا للقانون المنظم لتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة السكن طبعا الرئيسي، أو لا رجعنا منصة دعم السكن وتحديدا الأسئلة المتداولة، وبحثنا عن الفئة المستهدفة. السؤال الثالث ألقى واحد العبارة اللي هي صريحة: كل مقتني للسكن حامل الجنسية المغربية لم يسبق له أن يستفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. بمعنى طبعا طالب الدعم ما دام انه منخرط في مؤسسه محمد السادس للاعمال موظف الى اخره، معناها راه اوتوماتيكمون عنده الجنسيه المغربيه، لم يسبق له ان استفاد من اي امتياز ممنوح من طرف الدوله فيما يخص السكن. اي امتياز بطبيعه الحال هنا ما تكونش استفدتي من برنامج امتلاك لمؤسسه محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه، او ما تكونش مستفد من برامج موجهه لدعم السكن بحالاش مثلا استفدتي مثلا برنامج وطني مدن بدون صفيح، او لا سبق لك استفتي من شقة في إطار السكن الاقتصادي المدعم من طرف الدولة، ذاك السكن الاجتماعي اللي ما كتجوز القيمة ديال 250,000 درهم، أو لا استفتي من برنامج السكن الخاص بالفئة المتوسطة، أو لا ما تكونش مثلا استفتي من برنامج ديال معالجة دور العائلة للسقوط، أو أي برنامج للسكن منخفض يشمل تحفيزات ضريبية للمنعشين العقاريين. دونك إذا كنت استفتي مما سبق ذكره أو أي برنامج آخر يدعم السكن من طرف الدولة، فطلبك أكيد أنه لن يقبل في منصة دعم السكن. فمجرد أنك تدع طلب في المنصة، طبعا هما كيردوا على الطلب ديالك بعد أسبوع، فهذه الفترة ديال القيام بعملية البحث من طرف شركاء الوزارة المعنية بدعم السكن والفرقاء ديالها، أكيد أنهم في هذه المرحلة ديال البحث غادي يلقاو على أنك استفتي من إحدى هذه البرامج، وحتى ربما مؤسسة محمد السادس راه غادي يعني يتواصلوا معها في هذا الصدد بخصوص اللي استفد من برنامج امتلاك. إذا نكمل العبارة الأولى اللي كنا قلنا. الشرط الآخر: ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. بمعنى الشرط هنا ألا يكون المقتني عند تاريخ الاقتناء مالكا لعقار مخصص للسكن، ونسطر جيدا على كلمة مخصص للسكن. بمعنى راه ممكن يكون عندك عقار آخر ولكن عنده وظيفة أخرى مثلا تجاري، في هذه الحالة راه عندك الحق في الاستفادة حسب منطوق هذا النص. التخصيص هنا يفيد عقار مخصص للسكن بمعنى قابل للسكن. الآن غادي نمروا للحالة الثانية. كمنخرط ما عندك سكن وما عمرك استفدتي من برامج دعم سكن، واش ممكن تستافد من 10 مليون أو 7 مليون و4 مليون ديال المؤسسة والقرض؟ دونك هنا إلى رجعنا للمادة 3 من القانون التأسيسي للمؤسسة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، نجده يصرح صراحة بما يلي:
تقدم دعم مالي للمنخرطين الراغبين في اقتناء عقار بغرض السكن أو بنائه أو اقتناء مسكن جائز، والعمل على مساعدتهم ومواكبة من أجل الاستفادة من عروض تفضيلية لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة إلى آخره. وطبعا المؤسسة هنا كتوفر في إطار برنامج امتلاك الجديد 3 آليات لدعم التمويل الكلاسيكي من أجل إما شراء أو بناء سكن رئيسي. بالنسبة للآلية الأولى فاش كتاخذ 30 مليون كريدي كيدعموك بنقطتين، يعني نسبة الفائدة كتوصل 2%. الآلية الثانية إلا خديتي 15 مليون راه مدعمة كامل، معناها كتردها نفسها. الآلية الثالثة إلا خديتي مثلا كريدي فايت 30، هنا كيكون سعر الفائدة تفضيلي زائد مساعدة جزافية، يعني منحة ما كترجعهاش، كتعطى لك 40,000 درهم من طرف المؤسسة. الآن وصلنا للأهم، كاين اللي كيعتقد على المنخرط سيحرم من المنحة الجزافية 40,000 درهم باعتبارها دعما موجها للسكن. ومن شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن عدم الاستفادة من دعم آخر موجه للسكن، ولا يمكن الجمع بينهما، لأن من شروط الاستفادة من برنامج الدعم المخصص للسكن ألا يكون المستفيد قد استفاد من أحد البرامج الأخرى المشابهة. وبرامج مؤسسة محمد السادس تصنف ضمن برامج الدعم حسب المادة 3 أعلى. دونك هذا اللي كيعتقد هذا التصور هذا، أعتقد شخصيا على أنه اجتهاد خاطئ. علاش؟ لأن الفئة المستهدفة هي كل مقتني السكن حامل الجنسية المغربية لم يسبق له أن يستفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، ولا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. وهنا كنسطو على كلمة لم يسبق، طبعا اللي كتفيد الماضي بمعنى ما عمره استفد. وفي هذه الحالة أن طالب الدعم المباشر للسكن هو مقبل على الاستفادة من برنامج امتلاك، والدولة لو أرادت منع منخرط المؤسسة من الاستفادة لأشارت لذلك بنص صريح، أو ما يفيد عدم المزج بين الدعم المباشر للسكن وأي دعم مالي آخر من أي جهة أخرى. إذن هناك تظهر رغبة ديال الدولة في تشجيع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط للإقبال على الاستفادة من الدعم المباشر للسكن. حق من الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات بما فيهم الموظفين وغير الموظفين. أما مسألة الاستفادة من القروض فلا مانع منها، وفرق شاسع بين القرض والدعم، حيث أنا السلف أو القرض أكيد كان رده يتم استرجاعه وإن كان حتى مدعما بالتقسيط، بينما الدعم أو المنحة الجزافية هنا طبعا لا يتم ردها اللي هي 40,000 درهم، وبالتالي في هذه الحالة يمكن لك تستفاد من أحد هذه القروض، وكذلك المنحة ديال 4 مليون. واش هذا القرض حلال أو حرام؟ حيث كيتطرح دائما هذا النقاش بزاف، علما أن المجلس العلمي المغربي قد أفتى بجواز هذا القرض باعتباره غير ربوي. أي قرض لا فائدة فيه هو عادي مباح. القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا بدون فائدة؟ أي سلف بدون فائدة هو سلف عادي. نحن نقول إذا أخذ الإنسان قرضا من مؤسسة من مؤسسات الدولة وأعاد إلى الدولة نفس المبلغ من غير زيادة لا ربوية فلا بأس بذلك والدولة تشكر. الآن الإجابة الثانية وهي من إجابة تجربة الزملاء. طيب زميل أحمد أثناء استفساره أطر مؤسسة محمد السادس قال بأن أحد أطر المؤسسة اعتبر الفكرة لا زالت مضببة وأنه لا يستطيع الجزم في الأمر، بل نصحه بالتوجه نحو الموثق لاستفساره حول الموضوع، ولكن في ذات الوقت أدلى بدلوه في الموضوع، واعتبر أن الاثنين لا علاقة لهم ببعض حسب اجتهاد الشخص، وقال على أن دعم مؤسسة محمد السادس خاصة بالتعليم يتم القطاع منه للمنخرطين الاستفادة من هذه الخدمات، وبالتالي نقدر نقول أن هذاك الدعم راه من فلوس المنخرطين، بينما دعم السكن فهو دعم عام لجميع المواطنين والمواطنات الذين لا يتوفرون لهم سكن شخصي وكتوفر فيهم بقية الشروط. من جهة أخرى صديقي أحمد سول إطار في مؤسسة بنكية تشاركية وقال له على أنه لا مانع في ذلك حيث لا تتعارض مع الشروط المحددة من طرف وزارة الإسكان، وقال أن ذيك المساعدة الجزافية ديال 40,000 درهم كتعطى دعما للمنخرطين فقط، وهي في الأصل نابعة من إخراجهم الشهري، ولكن قال له على أن الإجراءات تستوجب أولا القبول في المنصة الرقمية دعم سكن.ma. أكثر من هذا نفس الصديق مشى لعند الموثق وسولوا على هذه الإمكانية وقال أباح له ذلك بالمزج بين استفادة من الدعم المباشر للسكن وبرنامج امتلاك. دائما بخصوص الاستشارة ديال الموثق في واحد لاباج فيسبوك
أحد الأساتذة سميتو سعيد سول موثق على نفس المسألة، ولكن هنا شرط عليه أن الملكية ما تكونش مشتركة، يعني تكون فردية، يعني ما يكونش الأستاذ مشترك مع الزوجة ديالو باش يجمعوا بين دعم أو برنامج امتلاك ودعم مباشر للسكن. إذا هنا نكون وصلنا إلى النهاية. أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة عن هذا الإشكال المعلق، وأدعو الله لكم بخالص التوفيق والسداد.